السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بقى وصفة جميلة قوي انا بعشقها وبموت فيها، وكان نفسي قوي اجربها واعملها في البيت، بس كنت فاكراها خطواتها صعبة بقى وبتاخد وقت وكده. لكن هي طلعت سهلة قوي وبجد ما خدتش معايا تقريبا نص ساعة وخمس دقايق بالظبط يعني. ده بالتقريب يعني كان بجد وكانت خلصانة وكان طعمها حكاية. تابعوني لاخر الفيديو وشوفوني عملتها ازاي هتعجبكم جدا. القوام بتاعها مظبوط جدا زي ما انتم شايفين كده. مش تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. وتحتفظوا بيها بره التلاجة، ما تحتفظوش بيها بالتلاجة ان كده كده الجو برد فمش محتاجين نحطها في التلاجة. وتعملوها بقى وتبقى حاجة كده جميلة، يعني هما بيقولوا عليها تحلية بتتعمل في الشتاء، بس يمكن تكون عشان سعراتها الحرارية كتيرة شوية. مش عارفة، بس هي عامةً جميلة جدًا. جربوها وبنفس المقادير والخطوات اللي أنا عملتها دي هتطلع معاكم حلوة جدًا، جدًا، جدًا. أنا أول مرة في حياتي أعملها وفرحانة إن أنا عملتها وطلعت طعمها حلو أوي كده. تعالوا تابعوني لآخر الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الحلو. يلا بينا نخش على الطريقة. نقول بسم الله. أول حاجة هنجيب حلة ونحطها على النار، ويفضل تكون حلة ستانلس أو جرانيت أو أي نوع تاني بعيدا عن الألمونيا، عشان احنا هنقعد نقلب كتير فبلاش نستخدم الألمونيا. هنحط فيها كوباية من الزيت، وأول ما الزيت يسخن هنزل عليه بكوباية من السمسم وكوباية من المكسرات. المكسرات دي حطوها بأي كمية، يعني كل ما بتكتروها كل ما يبقى طعمها أحلى كمان. فبراحتكم. أنا زودت كمان شوية سمسم وسوداني بعد ما حطيتهم، دول حسيتهم قليلين شوية فزودت عليهم تاني شوية سوداني. دول بيدوها طعم حلو جدا وبيدوها كده طبعا قيمة غذائية عالية. السمسم مفيد والسوداني طبعا مفيد. فحطيناهم كده نديهم تقليبة مع الزيت علشان نطلع منهم الرطوبة، وفي نفس الوقت يدوا طعم تحمص كده حلو في المفتقة. تاني حاجة هنحطها معلقتين من المغات، يكون مغات حلو جدا، نكون جايبينه من عند عطار نضيف عشان يكون المغات أصلي مش مضروب ويكون طعمه حلو. في ناس بتحط المغات بعد ما بتضيف العسل، وبس انا افضلت اكتر ان انا احطه قبل ما اضيف العسل ويتقلب شويه كده مع الزيت عشان تطلع ريحته ويبقى طعمه احلى، زي ما بنيجي نعمل المغات اللي احنا بنشربه. بنقلبه الاول مع السمنه. فانا عملته كده الاول، قلبته مع الزيت والسمسم والسوداني عشان تطلع روايحهم كده الحلوه دي قبل ما نضيف العسل. تمام. اديتهم كده يعني برضو قعدت اقلب فيهم حوالي دقيقتين تلاتة. وبعد كده نزلت عليهم بقى بكيلو العسل. انا استخدمت كيلو واحد بس من العسل. الوصفة دي او المقادير دي الكيلو واحد من العسل، طبعا هحط لكم المقادير كلها في صندوق الوصفة عشان لو حد عايز يرجع لها تاني او كده ويتأكد من المقادير. ف طبعا اتأكد برضو ان العسل يكون نضيف، يا اما نجيبه من عند حد بيبيع عسل حلو يا اما نجيبه برطمانات من السوبر ماركت. تمام. هنفضل نقلب كده برضو في العسل مع السمسم السوداني والمغات. ما نكونش معليين النار قوي، وطبعا زي ما انتم شايفين انا حاطه في حله كبيره، ما يكونش الحله على قد الحاجه بالظبط عشان ايه بيفور كده وبيسخن ما يسخن قوي، فعشان ما يبهدلش الدنيا. ورشيت عليها رشه ملح عشان خاطر تعادل الطعم شويه. بدأ العسل يغلي كده زي ما انتم شايفين، انا موطيه النار مش معلياها قوي، وعماله اقلب مستمره في التقليب علشان العسل ما يتحرقش مني. آه، طبعًا كل ما بيغلي معانا كل ما العسل برضه بيتقل. تمام. دي بقى الوصفة أو الإضافة اللي بتخلّي ريحة المفتقة وطعمها حلو جدًا. عبارة عن إيه، نُص معلقة من حبة البركة مطحونة، عليها معلقة من اليانسون، الكراوية والشمر مطحونين. أنا الحلبة عاملاها طحنتها في البيت، واليانسون والكراوية والشمر وحبة البركة برضه طحنتهم في البيت، ما جبتهمش من عند العطار. يعني في ناس في عطارين بيبيعوها، وفي عطارين بيبيعوها اسمها تحويجة المفتقة. بس أنا فضّلت إن أنا أعملهم في البيت عندي عشان يبقى متأكدة من روايحهم ويكونوا فعلًا حلوين. فحطيت نُص معلقة من حبة البركة، ومعلقة صغيرة من اليانسون والكراوية والشمر. دول طبعًا بيدّوها ريحة حلوة جدًا وطعم حلو أوي، وطبعًا قيمة غذائية، يعني كل الحاجات اللي بنضيفها دي بتزوّد من القيمة الغذائية بتاعتها. المفتقة على فكرة كلّها قيمة غذائية عالية جدًا، يعني فيها حاجات كتير مفيدة. المكسرات طبعًا أي نوع مكسرات حطوه، بس اللي هو الشائع واللي بيتحط السمسم والسوداني. والمغاد طبعًا مفيد، والحلبة اللي إحنا بنحطها مفيدة، واليانسون والكراوية والشمر وحبة البركة اللي أنا لسه حاطاهم دول برضه مفيدين جدًا، والعسل طبعًا فيه حديد ومفيد. فكل الحاجات دي حلوة جدًا. فأنا بعد ما خلاص العسل بقى كده تقِل معانا خلاص كده وبقى حلو، طبعًا الحلبة بنحطها في الآخر علشان خاطر ما تمرّرش وتقعد تغلي كتير مع العسل فتمرّر. أنا حطيتها في الأواخر قبل ما أطفي خلاص بحاجات بسيطة. ضِفت عليهم معلقة من الدقيق.
في وصفات ناس بتحط دقيق، وفي ناس بتحط الصمغ العربي. انا ما كانش متوفر عندي الصمغ العربي، فحطيت معلقه واحده بس من الدقيق. ما كترتش، ما كتروش من الدقيق علشان خاطر ما تتقلش قوي معاكم، يبقى القوام بتاعها مش حلو. فهنفضل نقلب كده زي ما انتوا شايفين لحد ما نتاكد ان الدقيق امتزج كويس قوي مع العسل والحاجات اللي موجوده في الحله دي. وهعصر عليهم عصره نص ليمونه قبل ما اطفي عليها، علشان خاطر العسل ما يسكرش معانا، ويفضل محتفظ بقوامه وطعمه الحلو لحد اخر معلقه في البرطمان. الوصفه دي حلوه جدا، كانوا زمان بيعملوها للناس اللي عايزين يتخنوا، علشان طبعا بقى عسل وزيت. هي يعني هو اللي بيتخن فيها العسل والزيت متهيألي، هي اصلا عباره عن عسل وزيت. هي عامه مفيده، بس ما نكترش منها، يعني ناخد منها ايه حاجات بسيطه كده، ومش كل يوم يعني. يوم ما نبقى عايزين نحلي نعمل سندوتش صغنون كده. وطبعا الرفيعين ياكلوا منها براحتهم، مفيش اي مشكله. كده خلاص كنت طفيت عليها، كانت استوت، وسبتها بقى على الرخامه كده تبرد براحتها خالص. سبتها ساعه او اكتر كمان لحد ما بردت خالص، وحطيتها في البرطمانات. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعها حلو جدا.